الكيس ده جواه ايفون 16 برو ماكس ب 5000 جنيه بس، يعني بتاع حوالي 100 دولار. بس للامانه هو مش الايفون الاصلي اللي بنشتريه من ابل ستور عادي. صناعه ايه؟ صناعه البساطه. جاي لي في الكيس الجميل ده، انا رحت جبته بنفسي على فكره، عملت مجهود والله ورحت لهم بنفسي. كنت متنكر لحد ما حدش يعرفني طبعا. معانا ورقه كده هتيجي تقول لي بقى ايه يعني، هل دي مثلا الريسيت؟ هل دي مثلا فاتوره الشراء؟ اقول لك هو بس مضيني على ورقه اقسم بالله تحس وصل امانه يعني. كاتب لك ايه بقى؟ بيقول لك ارشادات الاستخدام، فتح الجهاز من العلبه وتركيب الشريحه، تركيب الشريحه من خلال الدبوسه، فتح بيت يعني بيشرح لي ازاي استخدم الموبايل، فاهم؟ بص امكانيات الهاتف الاصليه. بص بقى كاتب لك 4 رام مش جيجا بايت، لا 4 رام، 64 جيجا مساحه. طبعا هو هناك قال لي هو 16 جيجا، هنا دلوقتي كاتب لي 64 جيجا. طبعا ما حدش عارف طبعا هو مساحته قد ايه، دي حاجه يعني صعبه جدا طبعا تتعرف، يعني انت عارف الموبايلات يعني ايه بقى مشكوك في عمرها. بطاريه 3500 ملي امبير كوبي، 2000 ملي امبير اصلي. لا بص لا والله الجمله دي مختلفه جدا عن اي جمله ثانيه ممكن تقراها. كل 3500 ملي مضروب بيعادل 2000 من الاصل يعني. اقسم بالله انا الكلام ده اول مره في حياتي اقراه في حياتي يعني. شوف انا بقالي 4 سنين 5 سنين بعمل فيديوهات ومراجعات موبايلات ومش عارف ايه، اول مره اسمع الكلام ده. 13 ميجا بكسل كاميرا. بقول لك بقى ايه، اذا قمت بارتكاب خطا او قمت بعدم الالتزام بالقواعد المكان غير مسؤول عن اي نتائج من الهاتف غير متوقعه والمتحملها صاحب الهاتف. طبعا ده مش هاتف يعني، ما تقوليش ده هاتف، ما تقوليش ده هاتف. ادي الورقه اهي اهي يلا يا عم، جاهزين تشوفوا الموبايل؟ يلا بينا يلا بسم الله. علبه اوريجينال 100%. طبعا احنا معانا الايفون الاصلي يعني، وهنقارن كل حاجه. للوهله الاولى كده بصراحه العلبه في الجود الى حد ما التكستشر بتاعها بارز شويه عن العلبه، يعني شكل الايفون ده بارز سنه كده الى حد ما قريبه بصراحه السنه دي للايفون الاصلي. علبه الايفون الاصلي فعلا شبه كده. قبل كده كانت الصوره دي بتبقى مطبوعه عليها ما بتبقاش بارزه، لا هنا المره دي كده ايه ملمسها مختلف فعلا. مكتوب لك هنا ايفون. اتفرج بقى على ظهر الموبايل ما شاء الله مقلدين السيل بتاع ابل، يعني ولاد الذين نحتين السيل. ازاي بيعملوا الحاجات دي انا مش فاهم. تعالى نفتح الايفون مع بعض لاول مره بقى، الايفون الجديد بتاعنا. بص كده السلام. طب والله يا جدعان جامد. افتح بقى يا باشا كده بسم الله الرحمن الرحيم. الله. طبعا ده المفروض ان هو الديزرت تيتانيوم الجديد، مش فاهم ازاي طبعا لان انا معايا اللون الاصلي وهو يعني مش شبهه بربع جنيه. بالنسبه لمحتويات العلبه جايبين لك والله شاحن مع الموبايل، وجايبين لك دبوس الشريحه هنا موجود برده. ولكن انا عايز اقول لك على حاجه يعني عرفتها وانا هناك في الستور واحد وهو بيشتري الموبايل قال له اياك تشحن الموبايل بالكابل اللي جاي معاه ده. انا قاعد مستخفي كده ولابس كاب وبتاع، قال له عشان ده شاحن سريع تمام، انما الموبايل لازم يتشحن بشاحن 5 فولت 2 امبير وده عندنا بس، فلو عايز تشتريه اشتريه فاهم، هو مدفع الزبون فلوس الشاحن الجديد. ومعاك شويه ورق كده. طبعا انا عارف ان انت متحمس جدا تجرب الزرار الجديد بتاع الكاميرا. طبعا الزرار موجود هنا اهو ما نسيوش، ولكن هو بس ايه بارز لفوق. في الايفون هو مغروز لتحت، لا هو هنا بارزينه لفوق زي زرار اللوك كده. هنشوف طبعا زرار الكاميرا ده شغال ولا لا يعني، هنكتشف مع بعض. هنا طبعا ايه لازقه عشان تعرف ان دي الكاميرا، بيشرح لك يعني الدنيا يعني. يقول لك بقى هنا ايه 2 جيجا زائد 16 جيجا. ده زرار اللوك معلم لك عليه وحدده لك بهايلايت كده فاهم. تعال نشيل طب اللزقه دي ولا ايه، ولا بتتشالش ولا ايه؟ بص هو مسمين الكاميرا كنترول، مسمينه شورت كات كي، وبيقول لك ان هنا بتدخل السيم كارد، هنا زرار اللي بيعلي الصوت بيوطي، هنا زرار الميوت. الفكره بقى يا جدعان في ايه اللي بتبيع الحاجات دي، عايز اقول لك هم شغالين كويس قوي يعني. انا وانا هناك قسما بالله الراجل ده باع مثلا ايه 4 ايفون 15 برو ماكس. طبعا هو بيقولوا 15 ما بيقولوش ايفون 15 لا ايفون 15 فاهم، ايفون 16 كده يعني. وما بيقولش برو ماكس كمان اللي هو نسخه واحده بينزل منه البرو ماكس بس فاهم. فهو ما عندهمش بقى ايه فرايتيز يعني، مش 15 برو لا هو برو ماكس بس. وايه بقى المفاجاه، طلع عندهم اس 24 الترا فيك برضه يعني. بيقول له انا عندي موبايل سامسونج بقى الاس 24 يا باشا. قال له بكام؟ انا طبعا مستنيه يقول مثلا 30000 جنيه مثلا 40000 جنيه حاجه في الرينج ده، لقيته بيقول له 4700 جنيه اقسم بالله كوميديا يعني. سامسونج بتخسر والله. طب انا مش عارف اشيل اللزقه يعني، انا بحاول اشيل اللزقه بقالي شويه مش عارف. ايوه يا واد يا حكيم السلام. طبعا هنا برضو ستيل في لزقه زي بتاعت التفاح كده، مكتوب هنا اي ام مش عارف اختصار لايه، وهنا 2 زائد 16. طبعا يا جماعه هي اللزقه لازقه عليه. ايه ده؟ الله ده فتح وطلع نوتيفيكيشنز لوحده ما شاء الله هايل. طيب ثواني بس ثانيه واحده، اللزقه اللي هنا دي طلعت ما بتتشالش هي بتتجرح، فهنسيبها زي ما هي كده. في لزقه خضراء هنا كده عادي تجاهلها عادي عايزين المشاهد ولا كانها موجوده. مبدئيا كده يعني كظهر بقى وخامات بصراحه السنه دي كمان في تطور ابن لذينه عن السنه اللي فاتت. الحواف بتاعت الموبايل زي بالظبط الحواف بتاعت الايفون فاهم، ويمكن ملمسها والله احلى كمان في الايد يعني. الظهر يعني قريب مش بعيد صراحه، بس اللون مختلف تماما. طبعا دي درجه الفيك، ده الايفون الاصلي فاهم، ده ب 1200 دولار ده ب 100 دولار عادي يعني. الكاميرات والله شبه بعض جدا، ولكن الايفون الفيك الفلاش بتاعه مختلف من فوق من الجنب الى حد ما زرار الباور زي بعضه. الكاميرا بقى كنترول ما عرفوش ينحتوها بالظبط، هو غطسان لجوه في الايفون انما هنا عنده بارز لبره كده.
الناحيه الثانيه عندك السايلنت والزرارين بيعلي ووطي الصوت ومكان بيت الشريحه. عايز اقول لك انه من بعيد كده والله انت لو ما عندكش خبره او مثلا ما مسكتش الايفون الجديد وما تعرفش درجه اللون بالظبط ممكن عادي جدا من بعيد تفتكر ان ده ايفون اصلي عادي، يعني اللي هو انا اشتريت عادي مفيش مشكله. الموبايل فتح لوحده طبعا زي ما قلت لك تمام، مفيش بقى ولا اي كلاود بقى ولا الدنيا دي، مفيش الكلام ده هنا. طبعا ملاحظه مهمه جدا الايفون جاي عليه سكرين بروتكت، مش زي ابل مثلا بيجيبوا لك من غير سكرينه، لا هو عليه سكرينه متركبه. واحد سال عليها هناك يعني في الستور قال له يا باشا لا الشركه متحمله تكاليف السكرينه. ايه يا اسطى شركه ايه يا اسطى؟ انت بقى الناس عايشين الدور هناك جامد. ملاحظه مهمه جدا الموبايل فاتح بالالماني تقريبا، يعني السيتنج اسمها تيتا بان، البلاي ستور اسمه جيدونج بلاي، يعني مش فاهم ايه بصراحه السنه دي السوفت وير ماله، بس هو شكله عبيط يعني. والمفاجاه ان هو مكتوب جوجل. انا ملاحظ طبعا ان الدايناميك ايلاند المره دي ايه يعني بايظه منهم سنه كده تحسها. بص الحركات بقى والهيكي والميكي يا باشا الدنيا الحمد لله حولنا الجهاز انجليزي. طيب انا عملت كونكت على شبكه الواي فاي، مش عارف بصراحه هو هيهكرني ولا ايه، ربنا يستر. صحيح انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا، وهي ان احنا عندنا اكواد خصم على نون دوت كوم، والاكواد دي هي حكيم وحكيمه. الكودين دول شغالين على نون مصر والسعوديه والامارات، تقدر تستخدمهم وانت بتشتري اي حاجه على نون دوت كوم، وهيديك خصم 10% لو انت في مصر، وكاش باك 10% لو انت في السعوديه او الامارات، والتوصيل هيكون مجانا لحد باب بيتك. وانا شخصيا كحكيم بستخدم الاكواد دي بجد كل مره بشتري بيها، واعمل تريك صايعه كده ممكن تعملها يعني، لان الكود الواحد تقدر تستخدمه كذا مره، فممكن تعمل حاجه حلوه جدا وهي ان انت تقسم الاوردر بتاعك. فلو طالب كذا حاجه مثلا فقسمهم على كذا اوردر وخد خصم 10% على كل اوردر، لان هو ليه حد اعلى فاهم. فبدل ما تاخد خصم قليل لا تاخد خصومات كتيره جدا على كل المنتجات، والتوصيل زي ما قلت لك هيكون مجانا لحد قدام باب بيتك. والفتره دي في عروض كتيره جدا وخصومات على كل الالكترونيات على نون دوت كوم. لو عايز موبايل جديد بقى ولا جراب او شاحن او كابلات او ساعه سمارت سماعات وايرلس كل الحاجات دي واكتر موجوده تحت في الديسكربشن اللينك بتاعها، لينك العروض على نون دوت كوم. الحق اشتري الشهر ده عشان العروض دي مع الاكواد هيبقى بجد صفقايه يعني تحفه. ولو انت في مصر وعايز اكواد زياده عندك اكواد نون 41 ونون 42 ونون 43. الاكواد دي بقى خدها سكرين شوت اكتبها عندك في نوته ولا حاجه هتحتاجها وانت جاي تشتري المره الجايه. بس كده خلينا نكمل باقي الفيديو. طيب انا بقول نجرب الكاميرا بقى بصراحه لان انا عايز اجرب الكاميرا دلوقتي، خلينا نجرب نشوف هل الكاميرا تطورت عن الاجيال اللي فاتت ولا لا. خلينا نشوف مع بعض. انا هصور مثلا شاشه التلفزيون كده ساعة ده يلا يا عم حركات ساوند افكتات وحاجات جامده كده يعني. طيب تعال نشوف كده الصوره. الله ايه بقى الهبل ده ايه بقى الهبل ده كواليتي الايفون لغرض المقارنه بس اوريك الصوره الطبيعيه اللي تطلع من الايفون العادي عامله ازاي. بص حتى اللون هنا سايح ازاي، ضربه اللون ضارب الاضاءه ضربه، الدنيا معاه صعبه يعني. طب ناخد سيلفي كده وربنا يستر عشان هيبقى شكلي صعب كفايه الصوت لوحده واتفرج على الكارثه بقى. ايه بقى ده؟ مين ده بقى؟ وايه بقى؟ والمفروض ان في اضاءه استوديو وبتاع، دي كواليتي صوره بجد انت بتبيع ده عشان هو ايفون؟ يا اخي حرام عليك يا اخي حرام عليك والله اللي انت بتعمله في الناس. ازاي تنزل صوره زي دي على السوشيال ميديا يعني اقسم بالله الناس تعمل لي انفولو. ايه ده يا عم ده؟ ما عنديش تعليق اعلقه على الكواليتي اللي انا شايفها قدامي دي، مش صوره، دي اكتر كاميرا تعبانه انا شفتها وجربتها قبل كده في الموبايل حرفيا يعني. لو انت بقى ايه عايز تتصور بقى سيلفي وصور ده مش موبايل سيلفي خالص، ولا ده موبايل ولا اي حاجه اقسم بالله ما تقرب له حتى. تعال نصور فيديو كده. في ساوند افكتس ممتازه في البتاع ده. مساء الخير عاملين ايه؟ ازيكم يا جدعان؟ بندست صوت المايك. تعالى نسمع الصوت كده. في ساوند افكتس ممتازه في البتاع ده. مساء الخير عاملين ايه؟ ازيكم يا جدعان؟ بندست صوت المايك. عارف لما تسجل من سماعه هو ده الصوت اللي انت هتسمعه. تعال نفتح يوتيوب مثلا نشوف هو هيشغل يوتيوب، لان انا فاكر قبل كده كان في نسخ ما بتشغلش يوتيوب. ما شاء الله انا ملاحظ ان الدايناميك ايلاند اتفصلت يعني ايه ده غالي ده؟ يعني هو كانت شرطه كامله. ايه ده؟ وبعدين الشكل بتاع اللي هنا على الجنب دي ده مش سنسور، دي تقريبا صبغه يعني صابغين الشاشه اسود عشان يلحموها في بعض يعني. مش فاهم بجد ايه العبط اللي انا شايفه ده. طبعا اول ملاحظه ان يوتيوب معلق يعني. ده صوت الموبايل ده اعلى حاجه والله. لو معلي الصوت على الاخر هقول لك على حاجه، انت ممكن مش سامع صوت كويس بس انا عايز اقول لك والله هو على الحقيقه. عارف انت لما موبايلك يبقى بيغني تحت الميه انت تغني تحت الميه، هو صوت تحسه مبقلل كده اللي هو مكتوم والصوت مش مسموع. تعال نسمع الصوت من سماعه ايفون عادي بقى بجد، ده الفيك تمام في التلوث السمعي ده. تعال نسمع بقى ايه. يا نهار اسود يا جماعه فرق شاسع، فرق مش طبيعي. حتى السماعه مستخسرين يحطوا لك سماعه عدله يعني. نازل عليه فيسبوك لايت تقريبا، وبالنسبه لتيك توك فهو والله ما بيشغلش تيك توك العادي، لا يشغل تيك توك لايت، وعليه ما شاء الله ياهو. اللي انا شايفه ده عبث، ده مش موبايل حتى اندرويد عادي، موبايل ما يدفعش فيه 1000 جنيه حرفيا، بايعه ب 5000 جنيه ابن اللذين، 5200 جنيه. يقول لي عشان افعل لك الضمان ومش عارف ايه يا صاحبي ومش عارف ايه. قلت له ماشي يا معلم فعل لي الضمان يا صاحبي. عشان ضمان على ايه بقى؟ ضمان على ايه؟ ايه القرف ده؟ تعال نجرب مثلا الفلاش.
انت سمعت صوت اللوك عامل ازاي؟ ربنا يستر عليك. نفس الفلاش بتاع كل مره اللي بينور لجوه. هو في العادي مش باين، هو في العادي بينور لجوه. انا شغلت لك الفلاش الطبيعي، انت فاهم الفكره؟ يعني الفلاش الطبيعي بينور لبره، هنا لا، هنا الفلاش اللي هنا ده هو بينور لجوه، مفيش اصلا تاثير له. حتى الفلاش ما جاش. الراجل دفع 5000 جنيه، طب اديله فلاش حلو، طب اديله سماعه حلوه مثلا. لا مفيش يا باشا، كل حاجه سيئه. لو وصلت الرساله دي في الفيديو عايزين المشاهد، فانت بجد اخويا ورجوله وبتكمل فيديوهات للاخر، وانا بحبك اقسم بالله. وعشان اعرفكم واحد كل واحد يوصل للثانيه دي ينزل دلوقتي حالا في الكومنتات يقول لي وحشتنا يا عم حكيم. اي حد يقول لي وحشتنا يا عم حكيم اعرف ان هو وصل للثانيه دي في الفيديو، واعمل لك لاف واعمل لك ريبلاي كمان. والاهم من ده، عايزين اكبر عدد من اللايكس الممكنه على الفيديو ده، عشان بجد متعوب عليه جدا. وبقول لك دافع 5000 جنيه في الخرده دي عشان احافظ لك على فلوسك واجربه لك يا معلم من غير ما تدفع فلوس. فادعم المحتوى المفضل ليك بلايكك الجميل دلوقتي حالا. تعال نشغل تيك توك كده ونسكرول فيه ولا حاجه. تيك توك لايت معلق. متخيل ان مين يا فريده تقيل قوي يا جدعان. بص انا عايز سكرول، الدنيا بطيئه قوي. يعني مثلا لو هنقارن سرعه الموبايلين ببعض، هنفتح تيك توك يلا وتيك توك لايت كده ونشوف المشاعر البشريه دي. هنا فتح خلاص بقى له ربع ساعه، فاهم؟ هنا بقى لسه ربنا معايا، يعني لسه الفيديو ما اشتغلش. بس الحمد لله على الصوت اشتغل. الصوره بتشتغل بعد الصوت مثلا بنص ساعه ولا حاجه. فرق شاسع يا جدعان مش طبيعي. يعني انا بقول بقى نجرب الكاميرا ايه كنترول. انا متحمس اعرف هم عملوا ايه في زرار الكاميرا الجديد. يعني هل بجد هيبقى فيه بقى الشغل اللي هو بتاع الايفون الاصلي ده، او بيخليها زوم، فاهم؟ وتبدا تعمل زوم ان وزوم اوت منها وبتاع والشغل ده. هل الحاجات دي هتبقى موجوده في الموبايل ده؟ تعال نشوف. بسم الله. طبعا ده الزرار اهو، اضغط عليه ضغطه كده نشوف هيفتح الكاميرا. طب والله هايل اقسم بالله فتح الكاميرا عادي. تعالى بقى ايه نديها نص دوسه كده. اوكي هو بياخد صوره لما تدوس دوسه كامله، بس مفيش اوبشن اللي هو يعني ايه تطلع لفوق وتنزل لتحت. يعني السلايدر ده مش موجود. هو اخره ياخد صور يعني. طب والله حاجه كويسه عامه، عملوا لك زرار بياخد صور من الاخر يعني. زي ما انت شايف طبعا دايناميك ايلاند حالفه ما ترجع مكانها يعني، خلاص هي ثبتت على كده شرطه ونقطه. انا عامل مسابقه جامده جدا، وهي ان انت ممكن تاخد اي فيديو من الفيديوز بتاعتي اللي على القناه هنا دلوقتي حالا، اي فيديو من اللي احنا عاملينه حتى لو كان قديم، فيديوهات الايفون الفيك مثلا، ايفون 15 برو ماكس الفيك، ال 14 برو ماكس الفيك، ال 13 برو ماكس الفيك، او اي فيديو عجبك عندنا على القناه، اي فيديوهات، وابدا قصقص الفيديوهات دي 30 ثانيه وحطها على تيك توك، على يوتيوب شورتس، على فيسبوك. اعمل اكونتات جديده باسمي يعني يكون حكيمو فانز بقى، حكيمو مش عارف ايه، حكيمو فيديوز، اي حاجه، ونزل عليها الفيديوهات دي 30 ثانيه زي ما قلت لك. جرب بقى يا باشا، معاك مثلا شهر ولا شهرين براحتك، المسابقه دي مفتوحه عامه شغاله على طول. اي واحد هيكون عنده فيديو واحد بس على الاكونتات اللي هيعملها دي وصل مليون مشاهده، هتاخد جايزه 5000 جنيه. ايوه 5000 جنيه لو انت وصلت فيديو واحد بس عندك لمليون مشاهده حقيقيين. لو في فيديو وصل مليون مشاهده هتاخد 5000 جنيه، فيديو تاني وصل مليون مشاهده هتاخد 5000 جنيه كمان، وهكذا بقى يا معلم. عادي المسابقه مفتوحه، كل الناس تقدر تشارك عادي جدا، سواء الفيوز دي جت على يوتيوب شورتس او تيك توك او فيسبوك او انستجرام او اي منصه عادي يعني، مفيش مشكله. انا بصراحه عايز اشحن الموبايل ده عشان انا اتحمست جدا لما الراجل ده قال له في المحل هناك، قال له لا ما تشحنوش وليه شاحن مخصص ومش عارف ايه وهيتحرق. تعال نجرب. تمام اتحرق خلاص يعني فلوسه راحت، وعامل ايه طيب؟ على فكره هو لو ما اتحرقش يبقى الراجل ده كان بينصب على الراجل اللي هناك، فاهم؟ كان بيقول له يعني يشتري من عنده شاحن. تعال نجرب كده بسم الله وربنا يستر يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طب والله بيشحن اهو زي الفل يا جدعان اهو، تشارجنج 88%. ايه بقى يا صاحبي اللي ليه شاحن مش عارف ايه؟ والله انا رايي ايه كحكيم بقى في المهزله اللي احنا معانا النهارده دي. والله زي كل سنه الفيديو ده مش غرضه ان انا اقعد اتريق بس او حاجه، وان احنا نهزر ونضحك. طبعا عايزك تهزر وتضحك وكل حاجه، بس الفكره من الفيديو ده هي توعيه الناس. يا جماعه بجد قسما بالله الراجل ده بيبيع الاف النسخ للناس. انا عنده اقسم بالله رحت قعدت نص ساعه بس، هو باع لي 9 مثلا، 8 خدوا ايفونات 4 15 برو ماكس و4 16 برو ماكس، وواحد خد له اس 24 الترا فيك. المهم ان الناس بتشتري الحاجات دي يعني. عيني انا بجد كان صعبان عليا جدا وانا قاعد هناك وشايف ناس او شاب مثلا محوش 5000 جنيه، ده بالنسبه له ممكن يكون رقم كبير طبعا، وتعبان عليه جدا ورايح يشتري ايفون عشان يبقى معاه ايفون بس وخلاص. لا يا معلم ما تعملش كده. ب 5000 جنيه دول بجد ممكن تمسك موبايل اندرويد عادي جدا جديد ويبقى كويس وبيشتغل عليه ببجي وبتاع. هنا مش هينزل عليه ببجي يعني. تعالى كده نجرب بلاي ستور. طبعا بلاي ستور مش اب ستور يعني، انت عندك هنا بلاي ستور. اتفضل بقى، عايز منك الاكونت بتاعه. انا مش هدخل الاكونت طبعا، دي حاجه اصلا لوحدها كارثه انك تدخل الاكونت بتاعك على الموبايلات دي. هو ممكن فعلا يبهدل لك حياتك، انت صورك والدنيا دي كلها مع المعلم اللي عامل الموبايل ده، مفيش بقى امان بربع جنيه اصلا. عامه انا هجرب برده باكونت عندي كده قديم، مش اكونت مهم، عشان ايه اوريك يعني ايه الدنيا يعني بينزل عليه ايه وكده. يا ما شاء الله جوجل سيرفيسز وحاجه يعني في منتهى الضحك والله العظيم. كده خلصنا، المفروض عملنا ساين ان بالاكونت بتاعنا يعني. تعالى نفتح جوجل بلاي. الواجهه دي انتهت من 2019 يعني. تعالى نجرب ببجي مثلا كده، مش عارف هيحمل ولا لا. بس هو هناك في المحل قال له لا ما بينزلش العاب. قال له يا باشا ده للسوشيال ميديا الخفيفه ومش عارف ايه وبتاع. عايز اقول له يعني ما بيشغلش حاجه بس مكسوف. جرب نشوف
هننزل بابجي ولا يعمل ايه؟ يا عم يلا يا عم انستول. حالف ما ينزلش بابجي اصلا، مش عايز ينزل. طب يلا ها داونلودنج ها ما نشوف. طيب هو بيحمل بابجي دلوقتي، يعني مش عارف بصراحه هينزل عليه بابجي ولا لا. على ما يحمل بابجي ونشوف الموضوع ماشي ازاي. يا جماعه بجد الموبايلات دي نصبايه، فاهم؟ يعني فكره انك تروح تدفع فلوسك بجد في حاجه زي كده ده خرده يا جماعه، دي قمامه. ولو عايز اثبات على كده، احنا بجد الفيديو ده لو وصل 20000 لايك انا بكلمك بجد والله هنفتح الموبايل ده ونفتفته حته حته واوريك ان حتى الثلاث كاميرات دول عباره عن كاميرا واحده بس اللي بره ده شكلا بس مش اكتر، مش كاميرات فعليه ولا حاجه. لو حابين نعمله دروب تيست ونفتحه ونجرب كل اللي جواه، طبعا اعمل لايك يا باشا على الفيديو ده. عايزين نوصله 20000 لايك يا باشا، 20000 لايك ينزل الفيديو على طول دروب تيست، نبدا نجرب نكسره ونشوف هيستحمل ولا لا. لان السنه اللي فاتت الايفون القديم اللي هو بتاع ال 14 برو ماكس تقريبا كان قدر يستحمل الدروب تيست قوي بصراحه. فتعال نجرب في الموبايل ده ونشوف هيستحمل ولا لا السنه دي. وبجد نصيحه من اخ لاخوه، انا بجد خايف على فلوسك، ما تشتريش الخرده دي حاجات زباله ما تدفعش فيها فلوسك، حرام عليك فعلا، انت بترمي فلوسك في الارض. ده مش موبايل يعيش معاك حتى سنه، والانقح ان هو ولا عليه ضمان ولا اي حاجه خالص. وهو بالعكس انت الموبايل ده هيبوظ معاك بعد مثلا شهر ولا شهرين، تروح له بيه هيقول لك ده محتاج له يتغير مش عارف كذا، محتاج يتغير بطاريه، محتاج يتغير شاشه، وهتقعد تدفع في فلوس عليه. وده بجد مش موبايل، حتى مش امان ليك ولا لمراتك. انا شفت واحد هناك كان عايز يشتري الموبايل ده لمراته، فاهم؟ ده مش امان يا معلم، صورها وحاجاتها الحاجات دي مع الراجل اللي عامل الموبايل ده، وبجد هي مش امان. بجد الموضوع خطر جدا يا جماعه، الناس مستهونه ولكن دي حاجه مهمه. والاهم بقى كمان بجد ان انت ممكن تشتري بنفس السعر ده موبايل اندرويد جديد يبقى شغال عادي جدا وينزل بابجي والحاجات دي، او انك تشتري موبايل اندرويد مستعمل ب 5000 جنيه. وبجد فعلا هيبقى موبايل مش طبيعي، هيبقى موبايل سعره الاصلي مثلا 8 9000 جنيه. فعلا في موبايلات ب 9000 جنيه تحفه، يعني لو احسن 90 مره من الموبايل ده. انا بكلمك بجد اخ لاخوه ما تعملش كده. وعامه حابب اعلن عن حكيمو ستور، الستور الجديد بتاعنا، ستور اونلاين بنبيع فيه كل الموبايلات حرفيا في مصر، احسن سعر في مصر، واجيب لك الموبايلات حتى لو كانت في الصين، في الامارات، مش عارف ايه، اي موبايل انت عايزه هتلاقيه موجود عندنا باحسن سعر في مصر. لينك الستور ده موجود تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا، في شباب جاهزين يردوا عليكم يجيب لك الموبايل اللي انت عايزه حرفيا وباحسن سعر زي ما قلت لك. واتحدى يعني ان انت مش هتلاقي سعر اقل من كده. والاهم ان هي حاجه بينا يعني ثقه بقى، فاهم انت؟ اللي هو الموبايلات دي يا جماعه انا بجد حاجه ضمانتي. اي موبايل انا بعمل له فيديو هنا طبعا اكيد بعيدا عن الفيك ده، انا مش هبيع الهبل ده يعني، اكيد الحاجات دي ما بتتباعش عندنا طبعا، الكلام الخرده ده. انا بتكلم عن الموبايلات الاصليه بجد. لو عايز اي موبايل اندرويد تقدر تطلبه من على الصفحه وهيجيبوه لك باحسن سعر وبس. يعني ده لو انت عايز مكان امن كده تشتري منه هنا في مصر. واستنى موبايلات كتير جدا جايه الفتره الجايه، واي موبايل انت عايزه ابعت لهم على الصفحه. طيب هو اللي حصل ان البلاي ستور قفل، بس هايل جدا، قفل التحميل اصلا طبعا الفل. لان هو انت عايز تعمل بابجي ولا انت مجنون يعني ولا ايه؟ يعني والله اللي حصل ان البلاي ستور قفل فجاه. جاي افتحه تاني دلوقتي قدامكم لقيت ان بابجي اتكنسلت اصلا عامه. فالموبايل ما بيحملش بابجي زي ما قلت لك، ولا بيشغل اي لعبه اصلا. هو قال لهم هناك كده، فهو اخره هتحمل عليه فيسبوك، الانستجرام، مش عارف ايه وبس. موبايل بطيء، موبايل بيعلق، الموبايل بطاريته نيله اصلا. عايز اقول لك انا كنت جايبه 95% ودلوقتي نازل ل 85%، 10% في الربع ساعه اللي انا بصور فيها دي بس. في الموبايل ده حتى مش هيقعد معاك ساعتين استخدام على بعض. بس يا جدعان ده كان فيديو النهارده، فيديو الايفون الفيك، الايفون 16 برو ماكس. يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه جدا. ولو بتحب السلسله دي وانا عارف انك بتحب السلسله دي، اعمل لايكك الجميل دلوقتي حالا، سبسكرايبك الاجمل لو تشوفني على يوتيوب وعايز تشوفني تاني. والاهم من كده اعمل كومنت وشجعنا فيه، قول لي عاش يا حكيم مستني الفيديو ده. استنوا فيديوز جامده جدا عامه الفتره الجايه بجد على القناه هنا، هتعجبكم جدا. فعل زرار الجرس عشان يجيلك نوتيفيكيشن اول ما انزل اي فيديو جديد على القناه، تبقى من اوائل الناس اللي تشوفه. وبس يا جماعه معاكم سوبر لايك، اشوفكم كبير، بارك الله، اخر فيديو جديد.